صباح أو مساء الخير على كل الناس اللي بتسمعنا. غالبا كده أي ست بتعيش لوحدها في منزل بتكون مطمع للناس الغريبة وتحديدا ضعاف النفوس. دروسي جين اللي صورتها ظاهرة قدامك دلوقتي هي أم عازبة بتعيش في بيت صغير مع ابنها الوحيد اللي مكملش لسه 4 سنين. معروف عنها إن هي ست مسالمة جدا، مش بتشرب الخمور أو المخدرات، وكمان ملتزمة دينيا وكل الناس بتحبها. من الآخر كده عايشة حياة هادية ومستقرة. في يوم من الأيام جات لها مكالمة الساعة 3 بالليل من شخص مجهول الهوية، بيقول لها إن هو معجب بيها جدا، وكمان بيحبها لدرجة بتفوق الحد الطبيعي، وإن هو أصبح مجنون بيها ويعرف كل حاجة عنها حرفيا. بعد ما قال لها الكلام ده كله قفل السكة على طول. دروسي ما اهتمتش من المكالمة دي وقالت لنفسها ده مجرد شخص بيعاكس في التليفون وخلاص. ما كانتش تعرف إن الموضوع هيتطور لدرجة كبيرة جدا. المهم الشخص المجهول ده رجع اتصل بيها مرة تانية بعد حوالي 4 أيام، وبرضه المكالمة كانت بالليل متأخر. الغريب هنا إنه غير كل كلامه ومشاعره ناحيتها. ما كانش بيكلمها بحب أو بغزل زي المرة اللي فاتت، بالعكس المرة دي بيهددها بالقتل وإن هو هينهي حياتها للأبد. مش بس كده، ده كمان هيعمل فيها حاجات صعبة جدا بعد وفاتها. أنا عن نفسي مش عايز أقولك التفاصيل دي علشان الناس اللي قلبها ضعيف. المهم قال الكلام ده كله وبرضه قفل السكة وما ادهاش فرصة أبدا تتكلم معاه. دروسي مش قادرة تفهم مين الشخص ده، وهل فعلا بيحبها زي ما كان بيقول في أول مكالمة، ولا هينفذ كل التهديدات اللي هو قالها دي وفعلا هيقوم بالتخلص منها نهائي. هنا بدأت تحس بالدهشة والحيرة ومش عارفة تعمل ايه وتتصرف ازاي. سواء كده او كده بدأت حرفيا تحس بالخوف والرعب من جواها. وصل بيها الامر انها مش قادرة تنام بالليل وهي مطمنة، حاسة ان فعلا حياتها في خطر هي وابنها الصغير. المهم الشخص المجهول ده قعد حوالي 10 ايام ما اتصلش بيها نهائي، والموضوع ده خلاها يعني تطمن شوية وتظن ان الامور استقرت الى حد ما. واثناء ما هي بتفكر في الراجل ده اتفاجئت ان هو بيرن عليها. اول ما ردت عليه بلغها بحاجات كتير بتحصل معاها جوه البيت، زي الاكل اللي كلته، شكل ولون الهدوم اللي لابساها، امتى خرجت وقابلت مين. حاجات كلها بتدل ان الشخص ده قريب منها جدا، لدرجة ان هو بيراقبها بره البيت وبيعرف كمان اللي بيحصل جواه. وقتها دوريسي لما حست ان الموضوع ده زاد عن حده قررت ان هي لازم تبلغ والدتها بكل الاحداث والتفاصيل اللي فاتت دي كلها. الام كان شيء طبيعي ان هي تطمن بنتها علشان تهدى وتركز في حياتها وشغلها. نسيت اقولك ان هي كانت بتشتغل سكرتيرة في شركة تجارية. المهم والدتها قالت لو الشخص ده اتصل تاني احنا لازم نبلغ الشرطة بكل اللي هو بيعمله ده، واكيد الشرطة هتعرفه، وقتها هي بقى اللي هتبقى تتصرف معاه. وهنا دروسي قالت لها أنا متأكدة إن الصوت ده سمعته قبل كده في حياتي، لكن مين هو وقابلته فين وإمتى مش فاكرة أي حاجة عنه خالص. المهم الشخص المجهول ده اتصل بيها تاني، والمكالمة هنا كانت مختلفة عن كل مرة. بلغ دروسي إن ميعادها خلاص قرب، وإن هو قريب جدا هيتخلص منها للأبد، ورجع قفل السكة. وبالفعل تم إبلاغ الشرطة، لكن للأسف المحققين ما قدرتش تعرف مين الشخص ده، وما كانش عندها يعني التقنية الحديثة اللي تقدر من خلالها تحدد مكان المكالمة بالظبط. يعني لازما اللي بيتصل يطول في المكالمة علشان تقدر ترصد المنطقة أو العنوان اللي جاي منه المكالمة. وطبعا الشخص المجهول ده كان كل مرة يتصل يقول كلمتين محددين وخلاص. المهم دوريسي فكرت إنها تتعلم الفنون القتالية بحيث إنها تقدر تدافع عن نفسها لو حصل معاها أي حاجة. كمان فكرت تشتري مسدس وتخليه معاها في البيت من أجل الاحتياط، لكنها رجعت عن الفكرة دي وقالت لنفسها ربما ابني يأذي بيه نفسه وأنا مشغولة أو متلهية عنه. في يوم 28 مايو سنة 1980، وأثناء ما دروسي في شغلها كان واحد من زمايلها اتلدغ أو اتقرص من عنكبوت سام. وقتها قررت إن هي توديه المستشفى بسرعة، وكان معاهم صديقهم التالت. المهم أثناء ما هم ماشيين في الطريق بدأ قلبها يحس إن هي مش راجعة البيت تاني. ساعتها قررت تعدي بسرعة على بيت والدتها علشان تطمن على ابنها. وبعد ما خلصت كملوا طريقهم للمستشفى. وبعد ما صديقها اتحجز في الرعاية فضلت مستنية معاه حوالي يومين أو 3 لحد ما حالته الصحية اتحسنت. وبعد كده اتكتب له خروج على الساعة 11 بالليل. نزلوا هما ال3 للجراج بتاع المستشفى، وساعتها دروسي قالت لزمايلها استنوني هنا ثواني بس علشان اخرج العربية واجيلكم على طول. زمايلها استنوها لأكتر من 10 دقايق لكنها ما رجعتش.
بعد كده ظهرت عربيتها بتتحرك ناحيتهم، وكانت بأقصى سرعة لحد ما وصلت عندهم، وبعد كده كملت مشي من غير ما تقف. الدنيا كانت ضلمة، واللي كان سايق العربية كان مشغل الإضاءة العالية، والنور طبعا ضارب في عينيهم، مش شايفين مين اللي جواها. محدش فيهم مصدق إن دوريسي تعمل كده، أكيد شخص تاني غيرها هو اللي كان في العربية. لكن للأسف محدش قدر يحدد هويته أو يلتمح حتى شكله. على كل حال الموضوع ده كان أصابهم بالدهشة والحيرة، وفي النهاية كل واحد أخد بعضه وروح على بيته. زمايلها اعتقدوا إن أكيد ابنها تعبان أو جرت له حاجة سبب ما هي عملت كده. تاني يوم اتصلوا بوالدتها علشان يطمنوا عليها ويعرفوا ايه اللي حصل معاها بالظبط، وايه اللي خلاها تسيبهم فجأة وتمشي. الأم هنا أدركت إن بنتها في خطر، وافتكرت الشخص المجهول اللي كان بيهددها باستمرار، وبسرعة بلغت الشرطة علشان تلحق توصل لها قبل ما الخاطف أو الجاني يعمل فيها حاجة. وبالفعل اتحرك عدد كبير جدا من عمليات البحث، والكل فضل يدور عليها في كل مكان، لكن للأسف ما قدروش يجمعوا مكانها نهائي. محدش عارف مين ورا اختفائها، ويا ترى هي لسه عايشة ولا توفت. وبعد حوالي 3 أو 4 أيام نجحت الشرطة في العثور على العربية بتاعتها، وكانت مركونة على طريق عمومي شبه مهجور، لكن العربية كانت متفحمة بالكامل. واللغز اللي حير الشرطة هنا إن دروسي مش موجودة جواها. طب هي فين؟ إيه اللي حصل لها؟ محدش يعرف. في النهاية الكل فشل إن هو يجمعها للأبد. الأغرب من الأحداث اللي فاتت دي كلها إن الجاني لسه بيتصل بالتليفون، بس المرة دي على والدتها. كل مرة يسألها نفس السؤال هو ويقفل السكة. كان بيقول لها: انت السيدة فيرا والدة دوريسي؟ وكانت ترد عليه وتقول له: ايوه، انت مين؟ ويرجع يقفل الخط في وشها. واستمر على الحال ده 4 سنين متواصل، زي ما يكون بيوصل رسالة أو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يحصرها على بنتها. ولما إحدى الصحف نشرت القضية بتاعت دروسي، برضه الجاني كان اتصل بالصحيفة وقال لهم إن هو اللي خطفها وأنهى حياتها، وإن هو كان بيحبها جدا. في يوم من الأيام شافها بتخونه مع حد تاني، وما كانش قدامه أي طريق غير اللي هو عمله ده. يعني حتى المكالمة بتاعته مع الصحيفة كانت مكالمة غامضة. آخر حاجة هقولك عليها قبل ما انهي الفيديو، إنه في يوم 6 أغسطس سنة 1984 كان في واحد من عمال البناء عثر على عظام بشرية كانت قريبة من طريق عمومي اسمه سانتا، وساعتها بلغ الشرطة بالأحداث دي. بعد الفحص اتبين إن هي بتعود لدروسيه. ده غير إن هم عثروا على ساعة اليد بتاعتها وكانت قريبة من العظام، وكمان متوقفة عند الساعة 12:30. وده بيدل إن هي توفت بعد حوالي ساعة ونص لما مشيت من المستشفى الساعة 11 زي ما قلنا من شوية. ولو بتسأل نفسك دلوقتي إيه اللي خلى الساعة تتوقف عند الزمن ده بالتحديد، فهقولك إن الساعة والعظام كانوا متفحمين. وبكده القصة انتهت. قول لنا رأيك في التعليقات. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد أنا بقدمه. وآخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وأقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.